قال لي تطلعي تطبخي لي فوق وتروقي الشقة، وساعتها هديكي الفلوس اللي انتي عايزاها. قلت له الموضوع ده هيطول؟ قال لي يعني هيطول شوية مش كتير، بس المهم انك تركزي معايا في الموضوع ده شوية. قلت له ازاي يعني؟ قال لي يعني زي ما بقولك كده، تحاولي انك تشوفي ايه اللي يصح وايه اللي ينفع، واعملي لي في الشقة فوق، محدش هياخد باله من اي حاجة، وصدقيني مع الوقت الدنيا هتبقى معاكي تمام. قلت له خلاص تمام، مفيش مشاكل، والمهم فيهم. وانا بطبخ وطلع وانا من غير اي حاجة، وكنت ساعتها بروق الحمام وبغسله، وقلت انا كده في الشقة لوحدي، ايه اللي هيحصل يعني؟ طلع وشافني في الحالة دي، لقيته بيقول لي ايه الجمال والحلاوة دي. بصيت، لا عرفت اتقطع ولا عرفت اشد الفوطة ولا الهواء، وهو واقف كده بيقول لي الحلاوة دي. قلت له انت دخلت هنا ازاي؟ ومن غير صوت ومن غير نفس ولا تخبيط ولا أي حاجة، أنا بحسبك مشيتي وبعدين أنا خبطت، بس أنت اللي مشغلة أغاني على الآخر، وأنت فيهم. إيه اللي جرى بيني وبينه وإيه اللي حصل؟ ده اللي هقول لكم عليه بس في البداية. يلا انزلي اعملي لي لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. أنا عليا وعندي 35 سنة، كنت عايشة حياتي عادي جدا، هادية ومستقرة ومع جوزي، وساكنين في منطقة يعني تعتبر شعبية شوية، وخصوصا إنها في البداية ما كانتش المنطقة دي اللي احنا ساكنين فيها. كنا ساكنين في منطقة كويسة والدنيا كانت تمام، وجوزي كان بيشتغل مع مقاول كبير محاسب عنده كده، ومرتبه كان كويس، وده كان مخلينا عايشين في منطقة كويسة. بعد فترة من شغل جوزي معاه كده، كنت أنا عايشة حياة طبيعية جدا، وعندي ولد وبنت ومستقرين ماديا والدنيا تمام. أنا حلوة قوي وملامح وشي أحلى من الكل، وكل اللي بيشوفني بيقول عليا إن أنا زي القمر، وكل اللي بيشوفني برضو بيحسد جوزي عليا. لحد ما في يوم وأنا مع جوزي وكده اتكلمنا في الحوار ده، وإن هو مفروض يمين مستقبلنا ويسافر معرفش إيه، زي ما يكون كان قلبي حاسس. وهو في الفترة دي بدأ يفكر في السفر فعلا، وإن هو قدامه فترة بسيطة والولاد تكبر وما يقدرش يسد على مصاريفهم، ولسه هيروح. بقى بيفكر يجيبها للمقاول إزاي، عشانه كان معتمد عليه بشكل كبير في الشغل بتاعه كده. يشاء ربنا وهو قاعد في الموقع اللي بيبنوه كده، وعمال يكلم معاه زي ما تقولوا سقالة أو حاجة من اللي بيطلعوا بيها الطوب والرمل والكلام ده، وقعت على رجليه وهو قاعد وشالوا من تحتها، بس للأسف حصل له شبه عجز في رجليه، وطبعا ما كانش قادر يمشي عليهم. وحكاية إن هو يسافر، الفكرة نفسها خلاص اتلغت، فكرة السفر اتلغت بسبب عجز رجليه ده. وطبعا قعد في البيت معظم الوقت، والراجل عشان خاطر ما نعملش مشكلة وما نشتكيش ساعده وقت العملية، وقال هدي تعويض كويس يبدأ بيه مشروع أو يفتح بيه محل، عشان هو ما عادش يقدر يشتغل ويروح ويجي زي الأول. طبعا احنا قلنا تمام مفيش مشكلة، ورضينا بنصيبنا بالأمر الواقع وخلاص. لكن ما عملش كده، رحت له مرة واتنين، فين يا حاج تعويض؟ مفيش تعويض. فين يا حاج؟ اللي قلت عليه كان بس عشان ما نرفعش عليه قضية وقت ما جوزي كان في الشغل، ودي إصابة عمل والكلام ده. قال لنا هديكم فلوس تعويض ومتكفل بالعملية. عمل العملية لجوزي بس ما أدناش التعويض، وقال خلاص ملكوش حاجة عندي. بقيت أنا بنزل أروح أبيع الذهب حتة حتة علشان أقدر أصرف على العيال وعلى البيت. والمهم قلت له إحنا هنسيب الشقة دي، إيجارها عالي جدا، وهنروح نأجر شقة في منطقة تانية تكون شعبية وتكون كويسة، بحيث إن إحنا نتقابل مع الناس والناس تقابلنا ويشوفونا وكده، بدل ما إحنا عايشين في مستوى دلوقتي ما بقاش مناسب لينا، وجاهز كمان ألاقي شغل في المناطق دي. وفعلا رحنا وأجرنا في منطقة شعبية، والناس كانت بتشوفني حلوة وجميلة وست مش من الستات البلدي اللي في المنطقة، وكانوا مستغربين أنا هنا بعمل إيه، ولما أجي أسكن هنا إزاي؟ طبعا أنا ما حاولتش أنقل الصورة دي لجوزي عشان ما يزعلش، وطول الوقت كنت بحاول أبين له
إن الموضوع عادي. لحد ما في وقت من الأوقات كان خلاص بقى ما بقاش عندي أي حل أي دهب أبيع، وكنت قاعدة طول الوقت بفكر هعمل إيه. لحد ما نزلت بقى أجيب حاجات من غير فلوس أو على الحساب من كل البياعين اللي في المنطقة، بتاع السوبر ماركت، بتاع البقالة، بتاع اللحوم، بتاع الأسماك، كل حاجة كنت بجيبها زي ما تقولوا كده على الحساب. لحد ما خلاص ما بقاش عندي عين حتى إن أنا أجيب أي حاجة على الحساب، وخصوصا يعني إني أنا ما كنتش عارفة أعمل إيه. وده خلاني مش عارفة بجد أتصرف إزاي. بتاع الخضار كان الوحيد المبتسم في وشي دايما، وكان اسمه محمد، ويقول لي أنت تطلبي اللي أنت عايزاه وتاخدي اللي أنت عايزاه، وكان بينزل لي في الأسعار. يعني مثلا يقول لهم بكذا، لما أروح يقول لي وعشانك أنت بكذا، ونزل لي مبالغ حلوة يعني. فكنت أخد الحاجة وأروح أعملها وكده. والمهم إن أنا كنت أتبسط جدا بسبب الموضوع ده، وأقول له ده أنا كده تمام التمام. والمهم إن أنا زي ما تقولوا كده كنت عشمانة فيه شوية وعايزة فلوس، فكثفت أروح أستلف منه، لأنه يعني الراجل عامل معايا الواجب وزيادة في حوار الفلوس ده وحوار الخضار والمضايع، وخصوصا لما عارف ظروف جوزي وكده. المهم إن أنا في يوم قلت له بقولك إيه؟ قال لي إيه؟ قلت له ما تعرفش حد عايز يشتري شاشة؟ قال لي شاشة إيه؟ قلت له الشاشة بتاعت الموبايل. قال لي نعم. قلت له هيكون شاشة إيه يعني؟ شاشة التلفزيون. قال لي عايزة تبيعيها ليه؟ قلت له عشان عايزة فلوس أكيد يعني. قال لي ماشي، خدي الفلوس اللي انت عايزاها وما تبيعيش الشاشة. قلت له لا أنا عايزة أبيعها ومش هينفع والكلام ده. قال لي لا مفيش مشكلة، حاولي إنك زي ما بقولك كده خدي الفلوس أهي وما تبيعيش الشاشة بتاعتك. قعدت من هنا لهذا اتكلمت معاه في النهاية، قال لي تمام ما تبيعيش الشاشة، واداني مبلغ. رحت بعد كام يوم قلت له لازم أبيع الشاشة، أنا عايزة فلوس وكده، وجوزي بياخد علاج وعيالي مصاريف مدارس ودروس وحاجات زي كده. اداني فلوس مرة كمان، والمرة التالتة بقى قلت له هبيعها برا لو انت ما اشتريتهاش. قال لي هتجيب لي الكام يعني؟ 5000 6000. اتفضلي أهم حاجة خليها عندك برضو عشان العيال يتفرجوا عليها وكده. قلت له طب وبعدين؟ قال لي بصي أنا محتاج، لأن أنا عايش لوحدي، واحدة تطبخ لي تنظف لي الشقة تغسل لي هدومي. قلت له خدامة يعني؟ قال لي ما تحسبيهاش كده، احنا يعني معرفة دلوقتي، واعتبريني يا ست أختوكي مفيش مشاكل خالص، خصوصا يعني إن أنا لما حكيت له عن جوزي صعب عليه وجا يزوره وشاف حالته فعلا، وبعدين اتأثر قوي. فالمهم قال لي خلاص ماشي، لو انت شايفة اني بقولك وبعمل كده شغالة اعتبريها كده وارفضي، لكن لو انت شايفاني أخوكي والموضوع ده بتعمليه لأخوكي عشان هو عايش لوحده تعالي وكده. قلت له خلاص عينيا لك، هعمل لك اللي انت عايزه تمام، بس تاخد ثمن الشاشة يبقى طلعها عندك. قال ليه مسيري هطلعها يعني، الدنيا مش مستعجلة ومش هنروح من بعض في حتة. قلت له تمام. بدأت بقى ان انا اروح لشقته، هو يعني العمارة اللي هو فتح فيها المحل فيها شقته. خدت منه مفتاح، عمل لي عليه نسخة وخدته منه. بدأت بقى أمشي الصبح، ما قلتش لجوزي إني بشتغل في كده يعني، وقال لي هديك أول كل شهر 5000 6000 يعني تكفي فوكي ويفتحوا لك بيتك. قعدت أدعي لي، قلت له تمام مفيش مشاكل. بدأت إن أنا أعمل له كده في شقته، أنظفها، وبصراحة كانت قذرة قوي. أروق أطبخ له الأكل وأجهزه له، وكل يوم هو يطلع مثلا أبقى غرفة له في الأطباق جاهزة على التسخين بس. وكان ساعات كتير يقول لي خدي الباقي وانتي مروحة، أو يقول لي ما تفوضيهوش عشان أنا ما بحبش الأكل البايت، خديه وانتي مراحة. روعة يعني. الصراحة كان كريم قوي معايا، وفضلنا على كده فترة لحد ما عدى شهر 2 3، وما كانش بيطلع بالنهار وأنا موجودة. في اليوم ده كان الجو حر قوي قوي بجد، وأنا كنت عمالة أمسح في الشقة وكده، وأنظف الحمام وأمسحه وأرش فيه فلاش ومعطرات وحاجات زي كده. فخفت الفلاش يجي على هدومي ويبوظها،
وأنا مش دلوقتي على استعداد إن أشتري هدوم جديدة وكده. فخلعت الحاجة الصغيرة اللي كنت لابساها وكان هو اللي عليا، وبدأت أنا أمسح وأروق ومشغلت الأغاني على الآخر بقى، وقاعدة مع نفسي وأسقف وأهيص وأعمل معرفش إيه، وأنا قاعدة أغسل في الحمام وفي جدران الحمامات بالفرشاة وألف كده. فجأة وأنا بالشكل ده لقيت اللي واقف ورايا، اتصدمت كده واتسمرت مكاني، ولا عرفت بقى أشد البرنس اللي على الحيطة ولا الفوطة ولا الهواء. وقفت كده من الخجل معرفتش أعمل إيه. قلت له: أنت هنا من إمتى؟ وواقف كده ليه؟ قال لي: أنا هنا من ساعة ما كنت بتسقفي وتهيصي مبسوطة. يا ستي ربنا يبسطك كمان وكمان. طب مش اللي داخل ده يخبط يعمل أي حركة أي صوت تدخل كده وانت عارف ان انا موجودة، ثم انت مش متعود تيجي بالنهار؟ قال لي: كنت جاء اخد فلوس عشان في بضاعة جايه لي كمان شوية، وخبطت على فكر كتير، بس انتي اللي مشغلة الموبايل والأغاني بصوت عالي قوي. فقلت له: أنا أسفة وحقك عليا كل ده، وأنا زي ما أنا وبشد الحاجة بقى علشان أتستر وكده. بيقول لي: بس أنا ما كنتش عارفة إن أنتي جميلة قوي كده، ما كنتش عارفة إن أنتي بيضة قوي كده، مش عارف إن أنتي قمر قوي كده. قلت له: حد قالك عليا إن أنا وحشة ولا الظاهر كان وحش؟ قال لي: لا. قلت: قال إيه بقى؟ قال لي: لا بصراحة بجد تجنني تهبلي. قعدت أهزر أنا وهو ونضحك وهنا بالشكل ده، وفي الآخر خالص لقيته وقال لي: إحلى بطيخة دي ولا إيه؟ أكيد ما تأكلتش من زمان. قلت له: عمرها ما تأكلت. قال لي: بتهزري؟ قلت له: لا، إحنا كنا على الطريق الطبيعي، يعني عمرنا ما لفينا على الدائري. قال لي: سلام، تهزري؟ لا. قلت له: لا جد. قال لي: طب إيه رأيك تجربيها؟ ما أدانيش فرصة أقول ولا لا، وبدأنا نتعامل أنا وهو، وكنا فرحانين جدا ومبسوطين، ونزلنا أنا وهو أكل كتير جدا، وفي النهاية أداني فلوس كتير وأنا مروحة. ومن يوميها وأنا أتعودت عليه، وكنت بحاول إني أستمع معاه وأتبسط، بس لما كنت أروح وأشوف جوزي وعيالي بأزعل وأحس بالذنب وأقول: إيه اللي أنا عملته ده؟ الراجل ما يستاهلش مني ده كله. أيام ما كان بصحته شديد وقوي كان بيتعامل معايا، هو برضو كان بيتعامل معايا، يعني لو قلت إن هو ميح بس بنسبة 10% من زمان. فحاجات كتير كنت بوفرها عليه وعلى نفسي، علشان أولا ما أحرجوش، تانيا علشان ما بينش إني يعني ست قلة الأصل وكده. فجأة محمد، ومن يوم ما بدأنا نتعامل أنا وهو والدنيا بينا تمام، ما بقتش قادرة أستغنى عنه الصراحة، لدرجة إني أنا قلت له: أنا بجد ما بقتش قادرة أستغنى عنك، ووجودك في حياتي بقى شيء مهم جدا، وأنا حاسة إن أنت قريب مني قوي قوي، وإن أنا كمان قريبة منك قوي. ما بقتش حابة العيشة مع جوزي. قال لي: ليه بس؟ طولت عشان أنا عايزة أطلق منه ونتجوز. ضحك قوي وقال لي: مين قالك إحنا هنتجوز حتى لو اطلقتي منه؟ قلت له: إيمال إيه؟ قال لي: مفيش الكلام ده، الموضوع يا ستي إن أنت هنعيش زي ما إحنا كده، سواء بقى أنت طلقتي ما طلقتيش، هنعيش زي ما إحنا وهنعمل اللي بنعمله مع بعض زي ما إحنا. برضو أنا جربت الجواز وفشلت فيه، ومش عايز أفشل تاني. تقول لي: بس هتفشل، أنت هايل وممتاز في كل حاجة، وأنا بحبك وعايزاك. قال لي: لا بلاش أقولك كلام جارح، وأقولك إن أنت بتخوني جوزك معايا، ممكن تخوني مع أي حد. الصراحة يعني ضايقني جدا، وخلاني قعدت أعيط وانهارت في اليوم ده. رحت وأنا دموعي على خدي وزعلانة جدا، يعني أنت كنت واخدني الفترة اللي فاتت دي على أساس إني واحدة شمال. طب ما أنت اللي عرضت علي المساعدة، وأنت اللي قلت لي أنا هساعدك وتعالي أعملي كذا وكذا بدل ما أديكي فلوس، وأنت حاسة إنها مش من حقك. ده غير كمان إن أنت بتقولي إن أنت عايز الموضوع يكون طبيعي. طيب ما هو هيكون طبيعي إزاي إلا لما أنت تكوني موجودة وتكوني معايا هنا في شقتي؟ حاجات كتير قعدت أفكر فيها، وحاجات كتير عملت قرر في دماغي. يعني أنت شايفني واحدة شمال، يعني أنت شايفني مش مضبوطة، يعني أنت بتتعامل معايا من الناحية دي بس. كلام كتير وحوارات كتير فضلت أفكر فيها، وطبعا حطاني في خيارين الاتنين أصعب من بعض.
يا إما أطلق وأكون معاه من غير جواز، وأسيب بيتي وأولادي لأهلهم أبوهم يعني وكده، ونعيش أنا وهو كده من غير جواز. وهو قال لي الطلب ده أو الرأي ده، أو خليني مع جوزي وهيفتح البيت ويصرف عليه زي ما بيصرف صرف دلوقتي عادي، وفي المقابل هنكون مع بعض برضو، أو هو كده كده مش هيبطل مساعدتي حتى لو بطلت إني أروح له أو بطلت إني أديه اللي هو بياخده مني، بس في المقابل الفلوس هتقل بقى وهتبقى على قد شغلي معاه وبس، وأنا هتجنن. وبصراحة خياراته اللي أديهاني دي حسسوني قد إيه إني رخيصة قوي، وإن هو يعني كرمني بزيادة وبيفكر كمان فيا وفي الولاد، وبيقولي إن أنا هديك اللي انت عايزاه بس بمزاجي أنا لو الموضوع يستاهل. فالكلام في حد ذاته مؤلم. إزاي انت شايفني؟ إيه؟ أنا كنت فاكرة إن انت هتطير من السعادة لما أقولك هتطلق من جوزي ونتجوز. كنت فاكرة إن انت هتتبسط لأن انت بتحبني زي أنا ما بحبك، بس اتضح إن كل ده في الفاضي. وطلع شايفني واحدة شمال بتعامل معاها وبخون جوزها في مقابل الفلوس، وجابها لي على بنطالة وقال لي اللي يهمك في الأول وفي الآخر الفلوس، ودي مش هشيلها منك ولا هبعد عنك، وهفضل معاك راجل للنهاية سواء بقى كملت معايا أو مش عارفة أعمل إيه. مش عارفة آخد قرار، مش عايزة أفكر، مش عارفة أرسي على حل ولا على بر، إني ما متشوشة شوية، تفكيري مش مضبوط. قلتلكم حكايتي، حد فيكم يقولي على رأي كويس أمشي عليه وأعمل بيه وأنقذ نفسي وبيتي وحياتي من ضياع أكتر من كده، ويا ريت الرد يكون بدون تجريح لأن فيها اللي مكفيني. حكايتنا النهاردة انتهت. لو عجبتكم اعملوا لي لايك واشتراك في القناة وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. إن شاء الله نتقابل مع بعض في قصة وحكاية جديدة. أشوفكم على خير، هتوحشوني جدا. باي باي يا أحلى متابعين في الدنيا. ثانيا، إليك النص منقى من جميع الإيحاءات والعبارات الجنسية لجعله مناسبا تماما لليوتيوب. قال لي تطلعي تطبخي لي فوق وتروقي الشقة وساعتها هديك الفلوس اللي انت عايزاها. قلت له الموضوع ده هيطول؟ قال لي يعني هيطول شوية مش كتير، بس المهم انك تركزي معايا في الموضوع ده شوية. قلت له ازاي يعني؟ قال لي يعني زي ما بقولك كده، تحاولي انك تشوفي ايه اللي يصح وايه اللي ينفع وعمليه لي في الشقة فوق، محدش هياخد باله من اي حاجة، وصدقيني مع الوقت الدنيا هتبقى معاكي تمام. قلت له خلاص تمام مفيش مشاكل، والمهم فيهم وأنا بطبخ وطلع، وكنت ساعتها بروق الحمام وبغسله، وقلت أنا كده في الشقة لوحدي إيه اللي هيحصل يعني؟ طلع وشافني لقيته بيقول لي إيه الجمال والحلاوة دي؟ بسيط معرفتش أتصرف، وهو واقف كده بيقول لي الحلاوة دي. قلت له أنت دخلت هنا إزاي؟ ومن غير صوت قال لي أنا بحسبك مشيتي وبعدين أنا خبطتك، بس أنت اللي مشغلة أغاني على الآخر وأنت في هوم. إيه اللي جرى بيني وبينه؟ إيه اللي حصل؟ ده اللي هقول لكم عليه في البداية. يلا انزلي اعملي لي لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. أنا عليا وعندي 35 سنة، كنت عايشة حياتي عادي جدا، هادية ومستقرة ومع جوزي، وساكنين في منطقة تعتبر شعبية شوية، وخصوصا إنها في البداية ما كانتش المنطقة دي اللي احنا ساكنين فيها. كنا ساكنين في منطقة كويسة والدنيا كان تمام، وجوزي كان بيشتغل مع مقاول كبير محاسب عنده ومرتبه كان كويس، وده كان مخلينا عايشين في منطقة كويسة. بعد فترة من شغل جوزي معاه كنت أنا عايشة حياة طبيعية جدا، وعندي ولد وبنت ومستقرين ماديا والدنيا تمام، لحد ما في يوم وأنا مع جوزي اتكلمنا في موضوع إنه مفروض يمين مستقبلنا ويسافر يشاء ربنا، وهو قاعد في الموقع اللي بيبنوه وعمال يكلم معاه، وقعت على رجليه وهو قاعد وشالوه من تحتها، بس للأسف حصل له شبه عجز في رجليه وطبعا ما كانش قادر يمشي عليهم. وحكاية إن هو يسافر الفكرة نفسها خلاص اتلغت، فكرة السفر اتلغت بسبب عجز رجليه ده.
وطبعا قعد في البيت معظم الوقت، والراجل عشان خاطر ما نعملش مشكلة ساعده وقت العملية وقال هدي تعويض كويس يبدأ بيه مشروع. طبعا احنا قلنا تمام مفيش مشكلة ورضينا بالأمر الواقع، لكن ما عملش كده. رحت له مرة واتنين أسأل عن التعويض، مفيش تعويض. بقيت أنا بنزل أروح أبيع الذهب حتة حتة علشان أقدر أصرف على العيال وعلى البيت. قلت لزوجي إحنا هنسيب الشقة دي، إيجارها عالي جدا، وهنروح نأجر شقة في منطقة تانية تكون شعبية وتكون كويسة. وفعلا رحنا وأجينا في منطقة شعبية، لحد ما في وقت من الأوقات كان خلاص ما بقاش عندي أي دهب أبيع، وكنت قاعدة طول الوقت بفكر هعمل إيه، لحد ما نزلت أجيب حاجات على الحساب من كل البياعين اللي في المنطقة، لحد ما خلاص ما بقاش عندي حد يقبل إني أجيب على الحساب. بتاع الخضار كان الوحيد المبتسم في وشي دايما، وكان اسمه محمد، ويقول لي انت تطلبي اللي انت عايزاه، وكان بينزل لي في الأسعار، فكنت آخذ الحاجة وأروح. والمهم إن أنا كنت أتبسط جدا بسبب الموضوع ده، وكنت عايزة فلوس، فكثفت أروح استلف منه، خصوصا لما عارف ظروف جوزي. المهم إن أنا في يوم قلت له ما تعرفش حد عايز يشتري شاشة تلفزيون؟ قال لي عايزة تبيعيها ليه؟ قلت له عشان عايزة فلوس أكيد يعني. قال لي ماشي، خدي الفلوس اللي انت عايزاها وما تبيعيش الشاشة. قلت له لا أنا عايزة أبيعها. قال لي لا مفيش مشكلة، خدي الفلوس اهي وما تبيعيش الشاشة بتاعتك. في النهاية ما بعتلهاش وأداني مبلغ. رحت بعد كده